فيديو النهارده بعد ما تسمعه هتعرف انك ولا تفتح قلبك لحد لسه عارفه جديد، ولا تسمح لاي حد يتدخل في حياتك، والاهم من ده كله ما تخليش حد ليه جميل عليك. كنت رايح اجدد البطاقه بتاعتي في السجل المدني اللي هو في داندي مول اللي على طريق مصر اسكندريه، ودخلت عادي وسحبت رقم عشان اخد دور يعني، وفضلت واقف. فجاه كده لقيت شخص بيقرب عليا وبيبتسم، ولقيته بيقول لي: هو انت بتجدد البطاقه ولا بتطلعها جديد لاول مره؟ فبصيت له كده، يعني ده شكل واحد بيطلع بطاقه لاول مره. المهم قلت له: لا بجددها. قال لي: ايه ده؟ وانا كمان. طب الاوراق اللي معاك ايه؟ عشان انا مش عارف هم طالبين ايه. انا استغربت من السؤال، وكان ممكن يسال حد من الموجودين في المكان، يعني لازم يسالني انا، بس حسيت ان هو عايز يجر كلام معايا وخلاص. مطلع له الاوراق وقلت له المطلوب كذا والمطلوب كذا والمطلوب كذا. المهم لقيته بيبتسم كده وقال لي: طيب شكرا، ومشي. وبعد 10 دقايق تقريبا كده لقيته جاي ومعاه كوبايتين قهوه، بيقول لي: اتفضل. قلت له: لا شكرا ربنا يخليك انا شربت. قال لي: لا لا لا, لا دي عزومه، ما تكسفش ايدي. اضطريت ناخد القهوه، قعدنا ندردش بقى مع بعض. انت ساكن فين؟ وانت بتشتغل ايه؟ شكرته على القهوه ورحت داخل مخلص الاجراءات، وانا خارج لقيته في وشي. فاجئت ان هو كمان خلص الاجراءات بتاعته، بس كان مستنين. ولقيته بيسالني: عملت ايه وخلصت ولا لسه؟ قلت له: اه كله تمام. قال لي: طيب ماشي، انت مروح ازاي؟ فانا ما كانش معايا العربيه في اليوم ده. لقيته بيقول لي: اصل انا شفت في البطاقه بتاعتك ان انت ساكن في الجيزه، وانا كمان ساكن في الجيزه، فتعالى معايا نروح سوا، انا معايا عربيه. فقلت له: لا شكرا جدا ربنا يخليك الله يكرمك يعني، وحاولت اهرب منه باي طريقه، ان هو كان مصر انه يوصلني. وفعلا رحت راكب معاه العربيه، وطول الطريق بقى وعمال يسالني: انت بتشتغل فين بالظبط؟ يعني شغلتك ايه؟ طب بيقبضوك كويس يعني؟ طب بتقبض كام؟ فطبعا انا قلت له: لا الحاجات دي الواحد ما بيحبش يتكلم فيها، والمفروض الحاجات دي تبقى يعني حاجات شخصيه او ما ينفعش نتكلم فيها، وانا مش هقدر اقول لك انا بقبض كام، انا بعتذر لك يعني. فحسيت ان هو ما اتضايقش ولا حاجه. قال لي: لا عادي، ما انت ممكن تقول لي بتقبض كام عشان اقول لك انا كمان بقبض كام. قلت له: لا معلش انا مش حابب حاجه زي كده. المهم طول الطريق بقى اسئله استجوابيه: واشتغلت فين؟ وساكن فين؟ وده سكنك الاساسي ولا انت نقلت فيه؟ حسيت ان انا كاني في النيابه وحد بيستجوبني. وما صدقت وصلت عند البيت ونزلت، وقبل ما انزل راح مديني الموبايل بتاعه وقال لي: اكتب رقمك هنا. فطبعا انا ما بحبش اكسف حد، فرحت كتبت رقمي ورنيت عليه. بس هو كان ليه طريقه كده بقى، يعني مش عارف اقول، انا مكسوف اقول الكلمه، يعني طريقه كده منسونه شويه. يعني طول ما بيتكلم كده يقول لي: ايه يا حبيبي يا روحي يا قلبي. ما تسترجل ياض، انا ما اعرفش انا رجاله بتتكلم بالطريقه دي ازاي. المهم الموضوع عدى وطلعت البيت، بس فضل بقى يعني ايه مسيطر على دماغي ازاي في شخص بالطريقه دي، يعني مناخيره في كل حاجه كده. وبعد فتره لقيته بيتصل بيا: ازيك يا محمد، عامل ايه واخبارك ايه؟ انت فينك يا عم؟ ما بتتصلش بيا ليه؟ ما بتسالش عليا ليه؟ فقلت له طبعا الحجه اللي احنا بنقولها للناس كلها: معلش اصل مغير التليفون والارقام كلها اتمسحت. طب معلش يا محمد سجل رقمي، انت اخ عزيز وانا بعتبرك حد محترم قوي، فسجل رقمي وممكن نتقابل، ونتقابل انا وانت والعيال يعني وكده، ونخرج مع بعض. فانا طبعا ما كنتش متضايق منه قوي للدرجه دي يعني، وحسيت ان هو يعني عادي ممكن يكون كان بيعمل كده يعني ايه وقتها، لكن هو مش شخصيته كده. المهم انا قلت له: ايه خلاص نتفق مع بعض ونرتبها. راح قافل معايا. بعديها باسبوع اتصل بيا ولقيته بيقول لي: ايه يا عم احنا مش اتفقنا ان احنا نتقابل؟ فقلت له: اه والله ده انا نسيت وانا اسف جدا وكده، وماشي شوف هتتقابلوا امتى وقول لي وعرفني وانا ارتبها مع عيالي ونتقابل. قال لي: طب ما تيجي نتقابل بكره. فقلت له: خلاص هشوف الظروف عندي واكلمك النهارده. فعلا اتفقنا ان احنا نتقابل، ورحنا اتقابلنا كده مع بعض في كافيه كده في المهندسين. مش هنساه حتى الكافيه ده، هو قفل دلوقتي، بس كان كافيه حلو يعني محترم، هو اللي رشحه يعني. المهم القعده كانت ظريفه جدا، بس برضه كان ايه بيتخللها كده شويه كده حشريه. يعني برضه قعد يسالني: بتقبض كام؟ طب بيزودوك الزياده السنويه قد ايه؟ اسئله غريبه جدا محدش يسالها لاي حد، يعني الحاجات دي بتبقى خاصه جدا ومش اي حد يتكلم فيها. ولو بتتكلم فيها اتكلم فيها مع مثلا اخوك، مع ابوك، لكن مش مع واحد انت لسه عارفه كده. فدي كانت حاجه غريبه جدا. وبعدها طلع من موضوع المرتب ده وراح دخل في حاجه تانية خالص: انت بتصرف كام على البيت في الشهر؟ يعني طلبات البيت بكام؟ يعني بتمون بنزين بكام؟ يعني بتدفع انترنت وتليفون كام؟ حسيت ان هو كده عايز نديله ميزانيه شهريه باللي انا بصرفه. فقلت له: يا عمي الحاجات دي بتبقى خاصه، وانا قلت لك قبل كده مش اي حد بيحب يتكلم في الكلام ده. فقال لي: لا 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 لا، ده احنا ننفع بعض، وانا اقول لك انا بعمل ايه وانت تقول لي انا بعمل. انت عارف ان انا بحوش في الشهر 5000 جنيه بشيلهم على جنب كده. انا اقول لك طريقه، بس انت قول لي بتقبض كام وبتصرف كام. ما بحبش اتكلم في الحاجات دي لان هي حاجات خاصه زي ما قلت لكم، وصعب جدا الواحد يتكلم فيها لان ايه مش عارف، بعتبره ان هو تدخل في الخصوصيه شويه. المهم اضطريت ان انا اقول له ان انا بقبض كذا وبصرف كذا، واندمجت معاه في الكلام، وفتحت بقى الموضوع على البحر، وبجيب كذا وبشتري كذا وبعمل كذا. حسيت ان هو بيبص لي كده بصات غريبه. قال لي: ياه انت بتصرف كتير قوي، انت كده مش هينفع تشيل حاجه من المرتب خالص.
فقلت له لا انا مش بشيل حاجه من المرتب، انا بعتمد على مصادر تانية هي دي اللي انا بشيل منها ان وجدت يعني، وما بيبقاش كل شهر يعني. فقال لي لا 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 انت كده فايتك كتير. طب بص انا هديك نظام تمشي عليه مش هتخرم ابدا معاك الميزانيه دي تاني. عم انا عارف منظم حياتي وعارف ماشي بيها ازاي يعني مش عايز حد ينظم لي. طبعا بقول الكلام ده في سر يعني. المهم فضلت القعده كده انا احاول اهرب من الاسئله واجاوب عليه على القد بالظبط. بس بقى مراته كانت نفس النمط بالظبط. ما هو يقول لك ايه، الطيبون للطيبات، انت هتبقى زي مراتك بالظبط او مراتك هتبقى زيك بالظبط. مفيش يعني حتى لو انتم مش زي بعض في اول الجواز، بعد فتره كده من الجواز هتتحولوا تبقوا زي بعض، هتبقوا توأم. خد كلامي بس عن ثقه. مراته كانت زيه بالظبط، مسكت ودان مراتي وهرتها. انت بتعملي الاكل ازاي؟ بتشتري طلبات اليوم بالاسبوع ولا بالشهر؟ انتوا بتخرجوا ازاي؟ دروس الاولاد، مدارس الاولاد اسمها ايه؟ بكام؟ الولاد بيروحوا المدرسه كل يوم ولا بيغيبوا؟ اسئله بقى بنت لذينه كده، ايه سيل من الاسئله يعني. حتى حسينا كده ان احنا راجعين من الخروجه دي كاننا كنا في تحقيق نيابه. وانا حتى وانا قاعد كده كنت سامعهم بيتكلموا مع بعض. بتقول لها بتجيبي اللحمه منين؟ قولي لي الجزار بتاعك، طب اديني رقمك. طب عارفين اللي هو التعارف اللي ايه اللي بيبقى سريع سريع ده، حاجه صعبه جدا يعني، كانهم لجنه استقصاء مش اصحاب. خلصت الخروجه وروحت. طبعا انا مراتي تقريبا جالها صداع من الست وقالت لي بص انا مش هينفع اخرج معاهم تاني، انا بجد انا اعصابي باظت. فانا طبعا ضحكت معاها وقلت لها لا دي مره كده احنا خلاص. لقيتها قعدت تحكي لي حاجات غريبه يعني. الست كانت بتتدخل في حاجات ما يصحش تتكلم فيها. وفي اول مقابله كده يعني انت لسه اول مره تشوفيها وتقابليها، يعني ازاي تبقى العمليه مفتوحه قوي للدرجه دي؟ المهم ان اليوم عدى وخلص. بعد فتره كده جه عليا وقت كنت بفكر ان انا اغير العربيه اللي معايا، كنت عايز اجيب عربيه جديده. فكنت عامل كشف بالعربيات المقترحه اللي انا هجيبها. فلقيت صاحبنا ده بيتصل بيا وبيقول لي انا محتاجك ضروري، عايز اتكلم معاك في موضوع. قلت له والله ده انا نازل رايح مشوار ضروري جدا ولما اخلص هكلمك يعني. فقال لي ايه ده رايح فين؟ ما تقول لي رايح فين واجي معاك المشوار ده. مش عايز حد يجي معايا، انا عايز اروح لوحدي. المهم اتسحبت من لساني وقلت له رايح اجيب عربيه جديده. وده راح ماسك فيا في التليفون بقى، لازم اقابلك، لازم اشوفك، انا جاي معاك، انت نازل امتى؟ وفعلا ما قدرتش اقاوم الالحاح بتاعه وقابلته وخدته معايا. قاعد طول الطريق بقى كل ما اقول له على العربيه يقول لي دي وحشه، ده المساعدين بتاعتها بتبوظ بسرعه، ده الموتور بيبوظ، انا جبتها قبل كده وباظت، اوعى تقرب لها العربيه دي. طب العربيه دي لا 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 ابعد عنها، دي بعدين دي نوعها سيء جدا والصيانه بتاعته وحشه جدا، اسالني انا اصحابي كلهم جايبينها وعايزين يرموها في الشارع. كرهني في العربيات كلها، ما بقتش عارف اعمل ايه. لانه كان راكب معايا العربيه ما عرفتش اخلع منه، وقعد بقى طول الطريق بقى يديني نصايح مبالغ فيها. اوعى القسط يعدي ربع مرتبك، اوعى ما اعرفش ايه، وخد عربيه يكون قسطها مده طويله. وقعد يديني نصايح غلط. انا فاكر ساعتها كل النصايح اللي قالها لو كنت مشيت بيها كان زماني متلبس في الحيط دلوقتي. فما سمعتش اي نصيحه من اللي هو قالها. المهم طبعا انا ما كنتش عايز اخد القرار خالص وهو معايا لاني حسيت بضغط رهيب من ناحيته. فكرت كده في بالي وقلت ان انا لو خدت اي قرار اكيد هيعلقهولي وهيعطلهولي. قلت لا خلاص انا اعدي اليوم ده وبعد كده ابقى في يوم لوحدي اخلص الموضوع. هو بقى كل ما ندخل معرض يرشح لي عربيه ويبقى عايزني اخلص فيها في ساعتها. اقول له يا عم مش هينفع، ده انا لسه في اجراءات بنك ولسه هجيب جواب من الشغل وشغلانه، مش هينفع اخلصها دلوقتي. حاول اهرب منه باي طريقه. هو فعلا كان حقيقي ان انا لسه هجيب اوراق وكده، بس انا كنت حاسس ان انا مقبوض عليا. وفضلنا نلف لحد ما المعارض بدات تقفل. وقلت الحمد لله بركه يا جامع. وبعد كده رحت موصله بيته ورحت مروح. بعد كده حسيت بضغط عصبي غير عادي. ياه شخصيه صعبه قوي. هو الغريب ان انا كل مره بقول مش هتقابل معاه والاقي نفسي كده بتسحب زي ما اكون عامل لي سحر ولا حاجه، مش عارف ليه. وبعد ما اشوفه اندم ان انا قابلته. كان بيعمل ضغط على اعصابي بطريقه غير عاديه. وبعد ما بقابله او بتكلم معاه حتى في التليفون بحس بضياع خصوصيه في حياتي غير عادي. المهم ان انا كنت كل مره بقول خلاص الراجل ده انا لا هكلمه تاني ولا هقابله تاني. بس حاجه غريبه كده، يغيب كده ويرجع يبخ السحر بتاعه والاقي نفسي ان انا ايه ماشي معاه كده زي الايه زي الفرخه. تعدي الايام والاقيه في مره بيتصل بيا ويقول لي عندي ليك حته مفاجاه. فبقول له ايه خير ان شاء الله؟ قال لي انا سكنت معاك في العماره اللي انت ساكن فيها. طبعا الخبر نزل عليا زي الصاعقه، ما بقتش مصدق وحسيت كده ان عايز الارض تتشق وتبلعني. يعني ما تخيلتش ان الشخص ده هيبقى قدامي ليل نهار كده، او حتى في المكان اللي انا ساكن فيه او في الشارع حتى اللي انا ساكن فيه. ده كمان من رخامته اخد الشقه في العماره اللي انا ساكن فيها اجرها. ولقيته بيكلمني بقى ويقول لي عايزين نتقابل بقى عشان تشوف الشقه بتاعتي ونعزمكم وتعزمونا بقى، وديني جيت لك اهو جنبك اهو يا عم مالكش حجه بقى. المهم ان انا ما بقتش عارف ازاي اعدي من الحفره دي، وهل اروح اقول لمراتي ان هم سكنوا معانا ولا بلاش. المهم رحت قلت لها رقعت بالصوت. مش رقعت بالصوت يعني، بس طبعا المره اللي خرجنا معاهم فيها
هتبين المستقبل بتاعنا معاهم عامل ازاي. وفعلا اللي حسبته لقيته تدخل بطريقه غير عاديه، حشريه بطريقه. يعني الست كانت بتيجي تزورنا مثلا بالمرتين 3 في اليوم، كل شويه تخش تقعد مع مراتي، تقعد معاها ساعه ساعتين، او لو مش هتدخل ونضيفها كان ممكن مثلا تقف معاها على باب الشقه بالساعه والساعتين. متخيلين؟ انا ببقى مستغرب اصلا، بقول ايه ده، بيتكلموا في ايه؟ بحاول اسمع بيقولوا ايه، مفيش اي حاجه غير اسئله 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 واستجوابات. ناس غريبه جدا. وبقى الواحد قاعد في بيته وحاسس ان في برج مراقبه موجود جنبه، ولان الواحد ما عندوش حل فخلاص ده بقى امر واقع، فانت لازم تقبل بيه وتتعامل معاه زي ما هو كده. فخلاص بقوا يجوا لنا ساعات يسهروا معانا، نروح لهم نسهر معاهم، بس كنا بنحاول نبعد المسافات شويه، ما نخليش الموضوع كل اسبوع. يعني مثلا ممكن مره كل اسبوعين، كل 3 اسابيع، وبتبقى هي مره وبنقعد بعديها شهرين 3 ما فيش مقابله ولا كلام. لحد ما في مره قابلته على السلم ولقيته زعلان جدا، يعني كان شكله زعلان قوي. ايه يا عم مالك، في ايه؟ يقول اصل انا سبت المكان اللي بشتغل فيه ومش عارف بصراحه اروح فين تاني. هو كان اصغر مني بسنه، وفجاه كده وشه اتغير من الحزن للفرح، ولقيته بيقول لي ايه، ما عندكش شغله في المكان اللي انت بتشتغل فيه؟ فقلت له لا والله ما فيش، يعني انا اعرف ان الاماكن مشغوله كلها. قال لي وحياه ابوك وحياه اغلى ما عندك لا تشوف لي حاجه عندك في المكان. وقعد يزن عليا كل ما يشوف خلقتي، وتليفونات الصبح وتليفونات بالليل، لحد ما انا اتسحبت من لساني وقلت لهم في الاداره ان انا في واحد تبعي عايز اشغله. وطبعا ولان سيرتي حلوه في المكان اللي انا بشتغل فيه، فالناس وافقت على طول وقالوا لي خليه يجي من بكره. الراجل جه واستلم الشغل بتاعه وزي الفل. بس بعد اسبوع كده بدات الناس تشتكي منه، بيدخل مناخيره في كل حاجه، اي حاجه تحصل في المكان لازم يعرفها. انت بتقبض كام، انت عندك ايه، انت بتشتغل فين، انت اسمك ايه، انت جيت امتى الشركه. الناس كلها بدات تشتكي لي، يعني كانوا بيجوا لي كده المكتب يقولوا لي يا عم انت الراجل بتاعك ده ايه الحكايه، ده برج مراقبه في ايه، ده ما بيسكتش، ده طول النهار عايز يعرف ويسال. فرحت جايبه المكتب عندي وكلمته بهدوء كده، يا عم الحاج بلاش تتعامل كده مع الناس عندها خصوصيات، ما ينفعش ان انت كل ما تقعد مع واحد تقعد تساله بتقبض كام وبتاخد ايه ورايح فين وانت جاي منين ومتجوز مين، ما ينفعش، الناس بتتضايق من الكلام ده، فبلاش الطريقه دي، اسمع مني بلاش لو عايز تكمل في المكان يعني. استغرب جدا وقال لي لا ده انا بتكلم بدافع اخوي، مش قاصد حاجه خالص، الناس زعلت ليه؟ لا ده انا هروح اراضيهم واحد واحد. يا عم ما تراضيش حد، ما تفتحش كلام مع حد يا باشا. ممكن؟ حاضر. طلع من المكتب عندي وانا متاكد ان هو خلاص لا يمكن هيفتح كلام مع حد تاني. وبعد اسبوع الاقي لكم مدير الموارد البشريه بجلاله قدره جاي لي المكتب، استاذ محمد الراجل اللي انت جبته لنا ده مش نافع. ايه بس كده؟ لا 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 مش نافع، ده حياته كلها عباره عن ان هو عمال يجمع معلومات من الناس. معلش احنا بنعتذر لك، مضطرين نفنشه. انا في لحظه فعلا انا حسيت الشخص ده متعب، لان انا جربت، رحت في لحظه قلت له انا موافق، اعتبرني مصدق على الكلام ده كمان، لان انا عارف هو بيعمل ايه وممكن يكون زود العيار معاهم شويه. طبعا هو لقيته جاي لي المكتب بقى وزعلان جدا وعمال يقول لي انا ما عملتش حاجه، ليه عايزين يمشوني، ده انا بيتي هيتخرب، ده انا ما اعرفش ايه. بس انا بقى ما كنتش سامعه، يعني انا كنت مجربه وعارف هو بيعمل ايه. بصراحه كانت غلطه كبيره جدا ان انا اجيبه يشتغل معايا في المكان اللي انا بشتغل فيه. بصراحه اكتر بسبب الشخص ده انا ما بقتش اجيب اي حد معرفه يشتغل معايا، لان فعلا هو لما اتعين انا كنت على اعصابي، وبعد اسبوع بالظبط بدات تظهر بوادر الخير على طول. يعني هو ما لحقش يكمل حتى اسبوع وبدات الصفات الجميله اللي عنده تظهر وبوضوح كمان. وانا من بعدها بدات اتجنب التعامل المباشر معاه، يعني كنت اقابله مثلا على سلم العماره اسلم عليه كده وامشي على طول، يقعد يفتح معايا كلام احاول ما افتحش اي كلام معاه، يتصل بيا يقول لي مقابلات خروجات اقول له والله مشغول. بس هو بالرغم من ده كان بيلح بطريقه رهيبه. يعني كان في وصف كده، كان واحد زميلي في المكتب معايا كان بيقوله دايما على الشخصيات اللي زي دي، يقول لك ملحاح بطيء اليأس. يعني ممكن يقعد يلح عليك بالساعات والايام والاسابيع والشهور ما يهمتش غير لما تعمله اللي هو عايزه. هو الشخص ده كان كده. طبعا القصه دي والاحداث اللي حكيتها لكم كانت على مدار تقريبا 1.5 سنة او 2 سنين، يعني فتره طويله. وفي اواخر الفتره كنت بدات اقلل العلاقه معاه تماما، يعني لا يمكن اخرج معاه ولا اتقابل معاه، مستحيل. ولو اتصل بيا في التليفون بأثر معاه على طول، يعني هو لو عايز اي حاجه بعملها له، لكن رغي بقى ومعلومات او حلب معلومات لا، وقفت الكلام ده تماما. والحمد لله حصلت المعجزه، مش بسببه طبعا. يعني انا في فتره كده كنت عايز انقل من الشقه، ولقيت شقه تانية قريبه من مكان الشغل، فالحمد لله ربنا اكرمني واخدت الشقه التانية دي وسبت له بقى العماره كلها. والحمد لله بعدها حسيت بسلام نفسي غير عادي. الناس دي بتخترق الحدود الشخصيه بطريقه غير عاديه، وانا قبل معرفتي بالشخص ده ما كنتش بدي الحدود الشخصيه دي اهميه، لاني عارف ان اكيد يعني الناس مش هتخترق الحدود الشخصيه بالطريقه دي. لكن الراجل ده بقى عرفني يعني ايه حدود شخصيه. اشوفكم بكره ان شاء الله.